مشاهدينا أهلا بكم، وهذا اللقاء الخاص مع معالي وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. طبعا الوزير الأول الذي يزور الجزائر بعد القطيعة بين البلدين، ولكن لحضور القمة العربية وطبعا اجتماع وزراء الخارجية العرب. أهلا بك معالي الوزير، واسمح لي أن أبدأ بالسؤال المباشر الذي يحير الجميع: هل العاهل المغربي سيشارك في هذه القمة؟ أهلا وسهلا. أمس أخبرنا الجامعة العربية بأنه يتعذر على جلالة الملك حضور أشغال القمة. في أي وقت تحديدا؟ بعد انتهاء الاجتماع الوزاري أو لا؟ نذكر شوية بأن كان جلالة الملك محمد السادس من أول القادة اللي عبروا عن استعدادهم لحضور هذه القمة، وكان جلالة الملك حتى أعطى تعليمات باش نخبروا أشقائنا في الدول العربية عن استعداد جلالة الملك للقيام بهذه الزيارة للحضور للقمة وتشجيع يعني القادة العرب على القيام بذلك. جلالة الملك تابع الأشغال، ولكن جلالة الملك عنده اعتبارات أخرى اللي خلات اليوم بأنه يعطي التعليمات باش نخبروا الجامعة بأنه يتعذر عليه الحضور، اعتبارات مرتبطة بسياق إقليمي ثنائي وغيره. لا، حدد لي لو سمحت، لأنه هذا إعلان لم يكن متوقع، خاصة أنه الكثير من وسائل الإعلام كانت تتوقع أن يأتي. أيضا بالأمس كان في تصريحات للأمين العام المساعد للجامعة العربية يقول أنه تم احتواء التوتر بين الجزائر وأيضا المغرب، فبدي أعرف شو الأسباب الرئيسية. ميزوا ما بين الأمرين، يعني يمكن ما تحدث عليه نائب الأمين العام هو مسائل مرتبطة بسير الأشغال وبعض النقط اللي كانت مهمة بالنسبة للجانب المغربي. هذا أمر، هذا موضوع الخارطة أو مواضيع أخرى يعني لابد نفصل فيها. هي المسألة هي مسألة منطلق، أين نحن؟ المغرب فهمه هو أن الأمر يتعلق بقمة جامعة الدول العربية تحتضنها دولة عربية بالترتيب الأبجدي. هذه هي وليست قمة دولة معينة تنظمها ووفق يعني أجندتها. هذا هو المنطلق. من هذا المنطلق المغرب كان دائما يرى بأن ما دام أننا في اجتماع لجامعة الدول العربية، قواعد العمل، دفتر التحملات، المرجعيات هي مرجعيات جامعة الدول العربية، وأن البلد المستضيف يعني كي يشتغل وفق هذه المرجعيات ووفق هذه العناصر. من هذا المنطلق كانت تعليمات جلالة الملك باش المغرب يحضر لهذه القمة، حضر على مستوى كبار الموظفين، على مستوى المندوبين الدائمين، وعلى المستوى الوزاري، وأن نشارك بشكل بناء، لأن التحديات اللي كتواجه القمة هي تحديات مهمة. من هذا المنطلق المغرب شارك فيما كيكون خروج على ضوابط العمل داخل الجامعة العربية. المغرب يذكر بذلك ويطلب تصحيح الوضع. ملي كتكون الأمور غادية بشكل طبيعي المغرب يساهم بشكل بناء في ما الذي حدث تحديدا؟ هل لك أن تكون صريح معنا لنعرف ما هي الضوابط التي ممكن نكون؟ نعم، كانت بعض العناصر اللي مرتبطة بخارطة المملكة المغربية. تم احتواء الموضوع، هناك اعتذار من المحطة أنا سألتيني ماذا جرى؟ صحيح. هذا ماذا جرى؟ يعني المغرب في إطار هذا المنطق ديال أننا في إطار اجتماع لجامعات الدول العربية أكد على أنه يجب احترام هذا، والمغرب ماشي أول مرة كيذكرها. منذ بدأت التحضيرات المغرب قال هناك محددات يجب احترامها، ليس فقط للمغرب، لأي دولة ستذهب إلى قمة عربية في دولة أخرى هناك قواعد يجب احترامها. والمغرب ما كيطلبش امتياز له، المغرب يطلب تطبيق قواعد عامة جميل. ما هي المحددات التي تم خرقها؟ تحدثنا عن الخارطة اللي هي مسألة مهمة جدا بالنسبة للمملكة صحيح، ولكن المغربية. الأمانة العامة للجامعة العربية قالت بأنه لا علاقة لها بهذه المحطة،
بالمقابل كان هناك اعتذار من هاي المحطة على ما حدث. ألم يرضيكم ذلك بمعنى آخر؟ لا. عندما تم الحديث عن احتواء التوتر لم ينتهي هذا التوتر؟ لا، يعني خصنا نتفاهموا على أمر أساسي. المغرب قال هذه شهور بأن هناك ضوابط يجب أن تحترم، وتلقى ضمانات وتطمينات. لما وقع الأمر كان هناك أولا استغراب، لأن هذه ماشي مسائل، يعني لماذا لم يتم التلاعب بخريطة تونس ولا المملكة العربية السعودية ولا الأردن؟ ثانيا لماذا في اليوم الأول؟ وثالثا لماذا من قناة رسمية اعتبرت يعني نفسها أنت تعتقد أنه هي كانت مقصودة من الجزائر؟ أنا ألاحظ بأن الخريطة الوحيدة التي تم وضع حدود لها هي خريطة المغرب. سقطة ربما احنا، ولكن اعتبرنا بأن الأمر يحتاج إلى توضيح، وبأن الأمر ليس فقط سقطة ديال الغرافيست كما قيل. يعني الغرافيست كان انسبيري بحال اللي كنقولوا حنا، مشى للمغرب فقط والجزء من التراب المغربي. ولكن بحال اللي قلت حنا جينا بتعليمات واضحه من جلاله الملك للاشتغال بشكل بناء، عدم المس بالخطوط الحمراء. اكيد لم تحصلوا على توضيحات. لا خلينا نبدا. حصلنا على لم تكن مرضيه. هي جزء من امور اخرى اللي يمكن لي نقول لك. نعطيك مثال اللي يمكن يهمك. ما عرفتش نتوما كوفد اعلامي شحال بكم، يعني الوفد الاعلامي المغربي هو الوحيد اللي وصل ب 52 وطلب من 40 انهم يرجعوا الى المغرب ويبقاو 12 فقط. هلا في اجراءات امنيه في كثير من المحطات. نتمنى بان يعني المغرب ما يكونش الدوله الوحيده اللي ثلثي الوفد الاعلامي وصل وعاد بدون ما يقوم بالتغطيه. سالت بعض الزملاء، يعني ما كاينش 12 اللي 12 يعني فيها من المصور والماكيور وكل شيء، ما نفوتوش 12. كان اليوم مصدر بلاغ من هيئة الصحفيين المغاربة. واش حنا ضروري واش ضروري مثل هاد نضيعوا الطاقة ونضيعوا الوقت في أمور مثل هذه اللي كان يمكن لها يتم التعامل معها بشكل آخر؟ ما سمعتش عن دولة أخرى اللي إعلامية طلب منهم أن يتركوا البلد. وصلوا على البلد؟ نعم. أم رفضت؟ وصلوا على المطار وصلوا وعادوا من المطار وعندهم تأشيرات. أكيد. طيب شو كانت التبريرات؟ هل حصلتم على هذه واش عاوتاني الجرافيست هو اللي مسؤول عليها؟ ربما. ولكن كان اللي كنلاحظ هو أن أمور كثيرة تقع على المغرب فقط. هلا الجانب الجزائري عندما تم الحديث عن انه الاستقبال لم يكن بالطريقه المطلوبه قال انه لا. ما بغيتش يعني، لان قلت التحديات القمه اكبر من اننا، ولكن يمكن نعطيك تفاصيل. وهذا السبب والخارطه كانت الاسباب الرئيسيه التي ادت لقرار عدم حضور العاهل المغربي. لا نقول جلاله الملك عنده اعتبارات متعدده اللي على اساسها بنى القرار ديالو باش انه يعتذر عن الحضور. متعدده اللي خداها جلاله الملك بعين الاعتبار قبل ما يعلن على هذا القرار. طيب انتهت من المحددات ولا في بعد محددات اخرى وبعد فيها العديد من الامور، من الامور اللي اتخذت بعين الاعتبار، لان الحضور خصو شروط وجلاله الملك تابع هذه الشروط. وفي تقدير جلالة الملك وهو بأن الشروط ما كتساعدش على أنه يحضر. هل أفهم من كلامك معالي الوزير أنه المشكلة أو التوتر ليس فقط مع الجزائر بل وصل إلى مرحلة الأمانة العامة للجامعة العربية؟ لا. أولا جوج الأمور نوضح. النقطة الأولى هي أن كنظن 8 ديال القادة العرب ما حاضرينش. السعودية، الإمارات لأسباب طبية، الإمارات، الكويت، لبنان،
عمان. بس المغرب قرار سيادي بالنهاية. كل واحد، أنا باش قلت بأن يعني كل واحد عنده اعتباراته، كل دولة عندها الاعتبارات ديالها، كل قائد عنده الاعتبارات اللي اتخذت في هذا الإطار. مع الأمانة العامة باش نجاوبك مباشرة، لأنه كاين دائما تعاون كبير، وكانت الأمانة العامة بالنسبة للمغرب عاوتاني عكس الدول الأخرى هي الوسيط الوحيد مع الدولة المضيفة. يعني المغرب في كثير من يعني في كل الأحيان كيمر على الأمانة لغياب قنوات التواصل المباشرة. فبالعكس احنا كنقدروا كثير الدور اللي قامت به الأمانة قبل أثناء القمة. ولكن أنت تعلم أنه غياب العاهل المغربي مباشرة يؤثر على صورة الجامعة العربية اللي البعض ينتقد بأنه تترهل في ظل غياب القيادات الموجودة، أليس كذلك؟ هو باش نعاود ثاني نوضح، رؤية جلالة الملك ماشي اليوم، منذ مدة، منذ يعني هذه سنوات، أن لا يمكن اختزال العمل العربي المشترك في القمم. إلا ولينا نقيس العمل العربي المشترك بإيقاع القمم فكاين خطأ في المنهجية، وهذا جلالة الملك يأكد عليه كثير. العمل العربي المشترك هو 365 يوم في السنة وليس لحظة. هذه القمة لحظة مهمة لأن فيها قادة يعطون توجهات، ولكن إذا انتظرنا القمة واعتبرناها هدف في حد ذاته فربما نحن خاطئون. العمل العربي المشترك هو مبادرات عملية تترجم إرادة، هو عمل ثنائي إقليمي وبعد ذلك عربي. العمل العربي المشترك هي اقتراحات ملموسة للشاب العربي اللي اليوم عنده البطالة، للمرأة العربية اللي كتحس بأن حقوقها ومساهمتها ماشي هي هذيك، للمقاول العربي اللي كيشوف عنده فرص ولكن عنده عقبات في العالم العربي. هذا هو العمل العربي المشترك. أنا كنظن الانتظارات ليس في القرارات وليس في الصور. الانتظارات هي في هل هناك إرادة لترجمة رؤية إلى واقع في سياق دولي وعربي صعب. القضية الفلسطينية كتمر بوضع حرج، دول عربية في وضع سيء جدا، وسياق دولي فيه تقاطبات وأزمات وغيرها. فالقمة حدث مهم ولكنه ليس هدف في حد ذاته. وكان دائما جلالة الملك كيقول القمم ماشي هي اللي كتختزل العمل العربي المشترك، وكان دائما جلالة الملك يقول بأن العمل العربي المشترك خصو يمشي على رجلين، واحد سياسي وواحد اقتصادي واجتماعي. يمكن نصدروا 30 قرار سياسي، ولكن إلا ما اشتغلناش على المجال الاقتصادي، على خلق تكامل، على خلق اندماج اقتصادي، على فتح الفرصة للمقاول باش يستمر التكامل في العالم العربي، غادي نضيعوا فرص اقتصادية. ويمكن هذا الرجل الاقتصادي هي اللي غتحل العديد من المشاكل حتى السياسية. يعني رؤية المغرب ورؤية جلالة الملك واضحة لهذا العمل العربي المشترك، هي مسألة فعل وليس مسألة خطاب وقرارات. سأدخل بموضوع الجانب الاقتصادي والاجتماعات الموجودة والبنود الموجودة، لكن دعني فقط أمر سريعا على هذا الغياب للعاهل المغربي. عندما نتحدث عن محددات تم خرقها، هل نعتبر أنه كانت الإشارات غير إيجابية، سأضعها في هذا الإطار، من قبل الجزائر؟ وأليس هناك من دول عربية يتم التنسيق معها للدخول في وساطة على الأقل لتقريب وجهات النظر؟ أكيد بأن القرار خدا مجموعة من الاعتبارات اللي مرتبطة بما وقع قبل أثناء التحضير للقمة، ما يقع يعني على المستوى الثنائي، ما وقع أثناء وغيرها. فالعناصر اللي يمكن حتى على مستوى الشعب المغربي كاين هناك واحد الهجمات إعلامية اللي كيرفضها الشعب المغربي بالدرجة هلا من قبل الطرفين، أليس كذلك؟ يعني احنا في تقاليدنا لما كتستدعي شي ضيف كدير مجهود. ثانيا تحدثتي على مسألة الضوابط، هذا جزء، هذا عنصر كذلك من هذا الشيء. ولكن اللي بغيت نأكد عليه
بأن جلالة الملك اعتذر عن الحضور للقمة، ولكن جلالة الملك أعطى تعليمات واضحة بالمشاركة الإيجابية والبناءة في القمة. وغياب جلالة الملك مثل غياب يعني واحد 7 ولا 8 ديال القادة العرب على مستوى القمة اللي ما يحضروش كذلك لهذه القمة لاعتبارات مختلفة. وبالتالي يعني الوفد المغربي سيستمر في الاشتغال بشكل بناء وفق الضوابط. إذا كان تجاوزات نوضح الأمور ونرجع الأمور إلى نصابها، وإذا كان مجال للمساهمة البناءة فالمغرب أول من يساهم في ذلك. في تنسيق مع أي دولة عربية في هذا الإطار أو لا؟ حول إن كان الحضور أو فيما يتعلق بالعلاقات مع الجزائر؟ يعني أنا كنقول كاين يعني مستويات مختلفة. يعني علاقة جلالة الملك مع إخوانه من ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية، هذه علاقة يعني كتخص جلالة الملك واللي دائما في تواصل مع إخوانه. هل جلالة الملك أعطى أي إشارات أو يمكن القول بأنه بعد خطابه السامي والذي وجه فيه رسالة كانت جدا إيجابية وقرأت بإيجابية إلى الجزائر، هل تلقى إشارات غير ذلك من الجانب الجزائري؟ حتى بعد الخطابات أنا قلت لك جلالة الملك كان من أول القادة اللي عبروا على استعدادهم للمجيء إلى القمة، وبلغنا بذلك الجامعة العربية رسميا. وجلالة الملك يعني كل التحضيرات كانت للحضور للقمة حتى وفد المقدمة وغيرها، وكانت اعتبارات اللي خلت جلالة الملك اليوم ياخذ بعين الاعتبار في هذا القرار في سياق العلاقات الثنائية وسياق الإشارات وغياب الإشارات. وجود بعض الإشارات هل قرأت على أنها رد على مثلا اللي ذكرت المحددات التي تم خرقها؟ أنا باش المحددات هذا كانت على جزء من سياق عام، في سياق إعلامي، سياق ثنائي، سياق إقليمي وغيره. طيب خبرنا بداية لو سمحت لنا معالي الوزير عن اجتماع وزراء الخارجية العرب، وما هو الطرح المغربي في هذا الاجتماع؟ بحال اللي قلت الوفد المغربي جاء بتعليمات واضحة فيها أولا التأكيد على أن سياق هذه القمة وهو سياق عربي ودولي صعب، من انطلاقا من القضية الفلسطينية اللي يعطيها جلالة الملك أهمية خاصة من منطلق دوره كرئيس للجنة القدس، ومن منطلق كذلك الهجمات اللي كتعرض لها القضية الفلسطينية من التصرفات الإسرائيلية، اقتحامات للمسجد الأقصى، اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين. هذه كلها كتطرح تساؤلات مهمة. وضع مقلق في ليبيا، وضع مقلق في اليمن، وضع مقلق في سوريا، لبنان، السودان وغيرها. كاين يعني أزمات دولية، أزمة طاقية، أزمة غذائية، أزمة بيئية، أزمة أمنية اللي كتساءل الوضع العربي، واللي خلات من البداية المغرب ورؤية جلالة الملك أن يجب أن الإجابة خصها تكون عربية مشتركة. كاين هناك من جهة أخرى انتظارات للشعوب العربية وتحدثت عليها، اللي بالإضافة للقرارات والإعلانات اللي يمكن تخرج كتسنى أمور عملية، كتسنى كيف سنواجه الأزمة الغذائية، كيف سنواجه الأزمة الطاقية. يعني تعامل جلالة الملك مع هذه القضية وتعامل براغماتي عملي. الإعلانات سهلة، الخطابات سهلة، الحلول يجب أن تكون حلول عربية عملية. وبان هذا ماشي غير اليوم، ماشي لأن القمة في الجزائر ولا في 2001 جلالة الملك اطلق مبادرة إعلان أكادير للتكامل الاقتصادي بين المغرب وتونس والأردن ومصر كنواة لعمل مشترك. هذا المسار غادي، مسار لتبادل حر بين هذه الدول. فيه مشاكل، ولكن أنا نفضل المشاكل تكون بين الفاعلين الاقتصاديين وقواعد المنشأ وشروط المنافسة
على أنها تكون مشاكل سياسية، مشاكل مرتبطة باختلافات في الرؤى وغيرها. هذا هو ما هو له انعكاس على اجتماعكم في الجامعة العربية، بمعنى آخر أنه ممكن التوسع عندكم طرح آخر أم ماذا؟ يعني الطرح هو أن كانت اقتراحات جد مهمة من الجانب المغربي في الاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي. للأسف اللي ما كياخدش واحد الفيزيبيليتي، واحد الأهمية في أجندة جامعة الدول العربية في هذه القمة، لأنه هناك حديث أنه في تركيز على هذا الموضوع، الأمن الغذائي هو من العناوين الرئيسية، وأنه في توافق. يعني من خلال حديثك أفهم أنه ما في توافق على البنود. لا، في توافق. مش الإشكال مش التوافق على الأوراق، مش التوافق على الأوراق. الإشكال هو ترجمة الأوراق إلى بشكل عملي. لهذا أنا قلت القمم مهمة، ولكن ماذا سنفعل في 363 يوم الأخرى من السنة؟ إلا اعتبرنا بأن كنا كنتظروا القمة هذه 3 سنين باش نبداو نشتغلوا، فكاين خطأ نوعا ما. القمة ما انعقدتش هذه 3 سنين بسبب كورونا. التساؤل اللي كان كيخصنا نطرحه: كيف واجهنا كورونا معا؟ هل كان هناك تنسيق عربي؟ هل كان هناك رد فعل عربي إزاء يعني العالم كله دار اجتماعات ودار تنسيق، وزراء الصحة، وزراء. ماذا فعلنا نحن؟ هل كنا ننتظر القمة أن تلتئم لنتحدث عن كورونا؟ هذه هي التساؤلات الأساسية. هذا أسئلة مشروعة. هل وجدت الإجابات التي ترضي المغرب بهذا الإطار؟ أكيد. وشو طبيعة الخطوات التي يجب أن تؤخذ؟ لأنه بحسب ما أفهم أنه خاصة فيما يتعلق بالأمن الوطني القومي والأمن الغذائي في توافق على مستوى عال، وما هو موجود هو تطبيق الاستراتيجية من خلال قرارات القادة. كان هناك مشاورات جد مهمة اللي خلات قرارات يعني يتم الاتفاق عليها، بما فيها قرارات اللي كانت على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الأمن الغذائي والأمن الطاقي وغيرها. ولكن ما هو أساسي هو آلية تفعيل كل هذه القرارات اللي كتحتاج انخراط فاعلين آخرين من غير الفاعلين الدبلوماسيين اللي بغينا، فاعلين الاقتصاديين وغيره. المغرب من الدول اللي كتأيد أن القمة الاقتصادية والقمة العادية يكونوا مقربين، لأن كانت قمة اقتصادية كنظن كانت في الأخيرة كانت في لبنان كنظن، وكان فيها قرارات. كيفاش حنا كنعقدوا قمة اقتصادية كتاخذ قرارات وكنديروا قمة أخرى شاملة وما كيكونش الربط بين القمتين. كيخص يكون المشكل بهذا الإطار يكمن بهيكلية الجامعة العربية أو أين؟ أنا من الناس اللي كيأمنوا بأن المنظمات هي مرآة تعكس واقع، وما يخصناش نحملوها أكثر. شو واقعنا العربي؟ هو الحدود المقفلة، هي العلاقات الدبلوماسية المقطوعة، هي الصراعات الداخلية، هي التدخلات الأجنبية اللي كتفرض تحديات، واللي يعني حتى أنا من الناس اللي كيقولوا يجب تطوير العمل. كلمة إصلاح بحال يعني العطب في الآلة. أنا كنظن كانت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة اللي قالت في الأمم المتحدة: إلا شفتي نفسك في المرآة وجاك نفسك ماشي جميل، ما ينفعش تهرس المرآة، ما تغير من الواقع والو. فالضرب في المرآة ما غيغيرش الواقع، يجب أن نشتغل على هذا الواقع. من أين نبدأ؟ من كل واحد نبدأ من أن مسؤولية كل واحد فينا يقول: ماذا أفعل للدفع بالعمل العربي المشترك؟ ماذا ستفعل المغرب للدفع للعمل العربي المشترك؟ يعني أنا ما كنظنش هناك دول كثيرة تجي تحضر القمة في غياب علاقات دبلوماسية في ظل توترات سياسية ومهمة، في ظل كل التحديات اللي كتعرفها العلاقة المغربية الجزائرية، وتجي تحضر على جميع المستويات وتشارك بشكل بناء وبشكل إيجابي. هذا جواب أول للمغرب على أن العمل العربي المشترك يجب أن يفوت أو لا يتعدى الخلافات الأخرى. ثانيا، وذكرت بها خطابات جلالة الملك اللي في يعني كل في الظروف
الإقليمية الصعبة كاين دائما مد اليد، كاين دائما العمل على البناء والعمل على أننا نخلقوا إجابات. ثالثا من التجارب الوطنية، يعني المغرب اللي كيأكد اليوم على دور الشباب، على دور التكوين، على دور المرأة، كيشتغل مع دول أخرى في هذا الإطار. يعني ما هو أساسي كل واحد فينا يسأل نفسه ماذا أفعل للدفع بالعمل العربي المشترك، والعكس ماذا أفعل لضرب العمل العربي المشترك. المغرب أكد مع مجموعة من الدول على أن العالم اليوم والعالم العربي بصفة عامة محتاج إلى تعزيز وحدته الترابية، إلى تعزيز سيادته الوطنية، إلى محاربة الانفصال، إلى محاربة الشرذمة، وإلى تقوية مؤسساته. إضعاف الدول العربية لسبب من الأسباب كتضرب هذه الباخرة العربية اللي كنا يا إما غادي نمشيو بها وإما غادي نغرقوا فيها جميعا. عربي أو بسبب التدخلات الخارجية، وهي نقطة مهمة يقال بأنه كانت بند من البنود التي أثارت الكثير من التساؤلات والتوترات. ما يعني هذا مرة أخرى ما غنغيروش الواقع بالقرارات أو بجدول الأعمال. التدخلات الخارجية في العالم العربي هذه حقيقة، أننا نديروها في جدول الأعمال وأننا نسحبوها ما غيغيرش هذا الواقع. واللي كيظن بأن عدم ذكرها في جدول الأعمال فهذا غيغير الواقع فهو مخطئ. هناك تدخلات، يعني كنشوفوها. عن من عم نحكي؟ عن إيران؟ المغرب يمكن له يحكي عن إيران بشكل واضح، لأن إيران بالنسبة للمغرب تمول ميليشيا مسلحة انفصالية تهدد أمن المغرب، تهدد استقرار المغرب، وتهدد أمن وطمأنينة المغاربة. التدخلات الأجنبية هذه كاينة لجنتين عربيتين اللي ما بين القمة ديال تونس وقمة الجزائر اجتمعات واحد 6 ولا 7 المرات وصدرت تقارير وقرارات، واللي القمة ستعتمدها مرة أخرى. لكم لأنه بحسب ما فهمت أنه ما سيطرح هو قراءة من القراءات السابقة، لا جديد لا إضافات. هي يعني أنا كنظن اللجنة آخر مرة اجتمعت في شهر شتنبر الماضي في القاهرة، ودارت تقرير وكان هناك قرار، وهذا القرار هذا سيتم إعادة اعتماده من القمة. اللي هو لو تشرح لنا القرار. اللي هو بأننا نرفض التدخلات الأجنبية في القضايا العربية، نرفض تواجد قوات أجنبية فوق التراب العربي. وبالنسبة للمغرب اللجنة كتشير بشكل صريح إلى التضامن مع المغرب والتنديد بالتدخلات الإيرانية في الشؤون المغربية من خلال دعم ميليشيات انفصالية مسلحة. الاسم واضح وصريح للدولة الذي يتم التنديد بها، إيران. بالنسبة للمغرب إيران بالنسبة للنص بالنسبة للقرار، يعني اللجنة هي سميتها لجنة الحد من التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، هذا اسمها الرسمي، والقرار والتقرير يشيران إلى ذلك بالاسم. وهذا ما سيكون في بند من بنود البيان للقمة؟ هذا غيكون من القرارات التي ستعتمدها القمة. وهذا بالنسبة لكم غير كافي؟ لا، بالنسبة لنا كافي. يعني يعني هذا ما تحتاجه المغرب؟ المغرب تحتاج يعني التنديد؟ لا، ما تحتاجه المغرب على المستوى الثنائي. قطع علاقاته مع إيران منذ 2018. المغرب ولقى تضامن، بحال المغرب في 2009 قطع علاقته مع إيران لما كان تهديد للبحرين. المغرب ما كيشوفش الأمر بأنه مجرد بيانات وقرار، المغرب عملي. لما كان هناك تهديد مباشر لأمن وسلامة ووحدة الوطنية للبحرين، المغرب قطع علاقته مع إيران بشكل رسمي. والمغرب اليوم لقى تضامن من الدول العربية، وما تقوله هذه اللجنة التابعة لجامعة الدول العربية دليل على ذلك. والتصريحات حنا كنشوفوا تصريحات مسؤولين إيرانيين في اليومين الأخيرين اللي كانت يعني كتفضح هذه العدوانية ضد المغرب. سؤال أخير فيما يتعلق بالقمة، لأنه هي قمة لم الشمل، انعكاسها على الأرض تعتقد أنه نجح أو لا؟
بحال اللي كنقول، بحال اللي قلتي هذا شعار القمة. الشعار مرة كيكون يعكس الواقع ومرة كيكون أمل في تغيير الواقع. نتمنى بأن هذا الشعار هذا يعبر على إرادة، وبأن هذه الإرادة تكون تترجم إلى فعل. مزيان يكون لم الشمل، ولكن الواقع خصنا نشوفوه. يعني أنا نعطيك واحد المثال. شحال من حدود مقفلة في العالم، يمكن كاينة بين الكوريتين، يمكن كانت بين قبرص الشمالية والجنوبية، وكاينة في العالم العربي. ف يعني حنا عندنا واحد المثال في المغرب كيقول ما يمكنلكش تغطي الشمس بالغربال. مش متفائل أو متفائل في أمل؟ يعني الدبلوماسية المغربية برؤية جلالة الملك هي دائما كيقول جلالة الملك دبلوماسية طموح ووضوح. يجب الوضوح أولا. إلا ما بنيناش على أسس واضحة ما نقدروش نبنيو طموحنا. فالوضوح والطموح هما الأساسان لأي السياسة الخارجية المغربية كما يريدها جلالة الملك، والشعار اللي المغرب كيقدمه للدول العربية كذلك. نوضح الأمر. يمكن الوضوح يكون مؤلم أحيانا ولكنه ضروري، ولكن بناء على أسس قوية يمكن نبنيو طموح مشروع اللي سهل ترجمته. الشعار مزيان، ولكن الشعار يجب كذلك ترجمته إلى واقع وأن يعكس إرادة حقيقية.